تمام، انا اتفرجت على فيديوهاتك كلها يا استاذه حنين حسام، وبصراحه يعني انا مش شايف في فيديوهاتك اي مبرر يخلي الحكومه والساده المسؤولين يسجنوكي. يعني انت طالعه بتقدمي خدمه جليله للوطن وللاوطان، خدمه جليله لا تقل وطنيه وتمجيدا عن دور السيده الفاضله ناديه الجندي في تل ابيب، ولا دور السيده المناضله فوزيه خليل خبور في مراقبه الناس اللي جايه من شخير. انت عملت ايه مسكينه؟ انت عايزه بنات تحت السن تكون شفايفهم منفوخه والكبار وحلوين هتقدمي لهم في الحج يا اختي؟ انت هتقدمي لهم في الحج؟ هتقدمي لهم في النقابه العامه للاخوات المنكوحات تحت سن ال 18؟ انا مش فاهم بصراحه ليه، بس اللي عاجبني بقى في الموضوع بصراحه، يعني اللي عاجبني ومكيفني انك بنت ب 100 راجل، بنت جريئه وصوتك حر ومش بتاعه لف ودوران، طالعه في فيديو على الملأ بتقول يا جماعه يا اخوانا انا عايزه بناتكم عشان اشغلهم في السيكو سيكو، انا يا اخوانا عايزه بناتكم عشان اشغلهم في السيكو سيكو. ما غلطتيش يا حنين، ليه الحكومه يسجنوكي؟ ليه؟ ما هو السيكو سيكو علنا، يعني الدنيا كلها بقت سيكو سيكو دلوقتي. ايش سما تفنيسه اللي كل شويه بتفنس، وايش الواد الديوس الخال يقول انا مراتي زينب بتحلل دلوقتي، انا دلوقتي واقف على باب الاوضه اصل مراتي بتحلل، ويا رب ولد يا رب بنت يا رب ولد، هسميها مش عارف ايه، هسميه ايه، هعمل له ايه. انت ما غلطتيش يا حنين، انا اطالب الحكومه والساده المسؤولين بالافراج عن السيده الفاضله البنت الجميله اللي زي لقطه القشطه الكريزه الحلوه حنين حسام، ويا اما تاخدوا معاها سما وزينب ويبقى كوك حصل اخوك، يا اما تطلعوا وتتظاهروا وتطالبوا بالحريه لهرم مصر المشروق. وشكرا.